ليفاي، سمعت عن الناس اللي اتسربت أخبارها في الجزيرة إياها؟ سمعت أكيد، بس في حاجات مش باينة في الصورة ومش عايزينك تشوفها. حاجات إيه بس يا قائد؟ ده اتفضحوا على الأخير. هما كده كده مفضوحين من زمان، بس انت اللي نايم. ودلوقتي أكيد فهمت إن دول مهما وصلوا لتقدم ورقي لكن بدون وحي ومنهج صحيح، فهم مجرد عملاق شياكة بيجري بس أعمى ومفيش مخ. يعني دك الأرض هيشتغل تاني ولا إيه؟ مش دك الأرض اللي هيشتغل، بل دك غشاوة عيون الناس، عشان تشوف إن علماء المسلمين كانوا بيبنوا الإنسان أول حاجة القلب والأخلاق قبل الآلة. أما علماء الغرب كانوا بيعملوا إيه؟ أكيد أنت عارف وأنا عارف وكلنا عارفين دلوقت، ويا عالم إيه تاني مستخبي أكتر من كده، والشيطان يملي لأوليائه، وعشان كده في جنة ونار. يعني كتب زي البخاري وابن تيمية وغيرهم مش مجرد تأليف في كتب قديمة وصفرة زي ما بيقولوا؟ أكيد لأ، التأليف في كتب زي دي باختصار هو التقدم على أصوله، سواء في علم الكون والأرض أو الحياة والدين والروح. لكن أنا وإنت لجاهلين، لأننا حتى صفحة من القرآن ما فتحناهاش. يعني حياتي هتبقى أحسن لما أفتح القرآن؟ ساعتها لو ما بقتش أحسن فأنت ضمنت إن هي تبقى أحسن بعدين. بالضبط يا صاحبي. ويقول المولى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أحسنت القول. خلاص يا جماعة، ما تنساش شيرك تضيع وقت غيرك.